هذا هو الكمال ديال قصة مذكرة الموت. اللي ما تفرجش في الجزء الاول كاين في يوتيوب. خليناها منين لايت بدات يقتل المجرمين واحد من ورا الاخر، ولكن واش ديما غادي تبقى الامور هاديه؟ من جهه اخرى الانتربول الدولي دارت اجتماع طارئ من بعد الجرائم والوفيات الغير طبيعيه. اكثر من 50 وفاه ماتوا كلهم سكته قلبيه وكلهم عندهم سوابق وجرائم، وهذا الشيء كله في مده قصيره بزاف. الصراع كان مشتعل بزاف داخل الاجتماع. فئه غير مهتمه بهذا الموضوع، وان في الاخير المجرمين تيبقاو مجرمين، في الاخير غادي تحكم عليهم بالاعدام وغادي يموتوا. ولكن الاغلبيه كانوا معارضين وقالوا باللي القاتل تيبقى قاتل حتى لو الضحايا مجرمين، وخاص القانون والعداله يطبقوا بطريقه مزيانه. من هذا الشيء كامل كلشي في الاجتماع كانوا عارفين ان المجرمين ما تيموتوش عن طريق الصدفه، بل شي واحد من وراهم وهو اللي تيقتلهم. ولكن ما عندهمش دليل حقيقي تاكد هذا الادعاء، حيت كاع الحالات ماتت بنوبه قلبيه واي واحد يمكن يموت بها. الوضع داخل الاجتماع كان خاصو حل، حيت ولا صعيب بزاف وما بقاش عند الانتربول حل من غير الاستعانه بافضل محقق عرفته البشريه، المحقق اللي يقدر يحل كاع القضايا اللي شدهم. ولكن هو ما تعرفوش الشكل ديالو حتى الهويه ديالو، هو تيخدم غير القضايا اللي بغا والوصول ليه صعيب بزاف. في هذه اللحظه بالضبط غادي يبان لنا شخص سميتو واتاري، وهذا هو الشخص اللي عنده اتصال مباشر بالمحقق اللي مسمي راسو إل. قال لهم واتاري بان إل بدا التحرك في هذه القضيه الغامضه ديال القتل، وباللي غادي يهضر معاهم بخصوص التحقيقات وداكشي اللي وصل ليه. القاعه ديال الاجتماع كان الجو فيها مصدوم وتوتر. طلب إل من الانتربول انهم يعاونوه في هذه القضيه، وماشي غير الانتربول بل كل المنظمات العالميه اللي خدامه في التحقيق. وكذلك طلب تعامل خاص من الشرطه اليابانيه، والصدمه ان الاب ديال كيرا اللي هو لايت كان في وسط الاجتماع مع الشرطه اليابانيه. هادشي اللي تيبين لنا شابكه ولاد الحاج. غادي تمشي بينا اللقطه عند العقل المدبر اللي كان متبع شنو تيقولوا الناس على كيرا، وهذا الاسم الناس اللي سماتو عليه حيتاش تيقتل المجرمين. وتنشوفوا في وجوه ملامح الفرحه حيتاش المجرمين بداو تيقلوا نهار مورا نهار، والناس بداو تيحسوا امان اكثر. وماشي غير هادشي، داروا كاع موقع الكتروني باسم المنقذ كيرا. في هذا الوقت العالم كامل ولا عارف باللي كيرا تيقتل المجرمين وتيحقق العداله، واللي طلع هادشي من خطه لايت حيتاش هذا هو الهدف ديالو، انه يولي حاكم العالم الجديد. لايت كان فرحان حيتاش داكشي اللي بغا غادي كيف ما هو، ولكن ما كملاش الفرحه ديالو. طلع بث مباشر من الانتربول اللي فيه إل وهو تيعرف على راسه وخلى كلشي مصدوم، وقال هادشي اللي واقع من اخطر الجرائم اللي وقعوا، باللي انا هو اللي غادي يلقى القبض على كيرا. فبدا تيستفز البطل ديالنا برساله قاصحه وقال العداله اللي تظنها انت عداله هي مجرد شر فقط. فبدا تيضحك على لايت وتيزيد يستفز فيه. هنا لايت ما صبرش وبدا تيضحك. كنت نسحابك بعقلك وبغيت نلعب معك شويه، ولكن انت غبي ودابا الى البرزخ. كتب سميه إل في المذكره بحقد كبير، وبعد 40 ثانيه مات بنوبه قلبيه. لايت هنا كان فرحان في البدايه، ولكن تصدم من تغييرات الشاشه وبان إل مره اخرى وقال ليه كنتي بغيتي تقتلني. الشخص اللي مات دابا كان محكوم عليه بالاعدام، كنت بغيت نتاكد فقط من القدره ديالك على القتل. انا هو إل الحقيقي وتنتحداك تقتلني. زاد وكمل عليه وقال انت دابا كاين في اليابان وبالضبط في محافظه كانتو. هنا لايت تصدم بالمزيان وما عرفش اش من مصيبه طاحت عليه، وما عرفش كيفاش قدر يعرف كاع هادشي عليه. كمل لايت كلامه وقال ليه قتلتي اول شخص اللي هو قتيل الاطفال اللي تنشرت فقط في اليابان. هادشي اللي تيعني باللي كنتي في اليابان من البدايه، والبث ديال القاتل كان متوزع بين محافظات اليابان باوقات مختلفه، والحسن الحظ ديالك البطل كنتي انت في اول محافظه. لايت هنا طاح ليه الماء في ركابي وريوه بدا يضحك عليه، وفي الاخير قال ليه انا هو الاخر ديالك وانا اللي غادي نسجنك بيديا. طلع ليا في راسك. هنا البت غادي يسالي وتم اثبات ان لايت بصح كاين في اليابان، وقريب غادي يتم القبض عليه. ولكن هذا ماشي اي شخص اللي يتشد ببساطه، هذا لايت ياغامي اذكى طالب في المدرسه واخبث شخص في العالم. فقرر لايت يواجه هذا المحقق الذكي ويقضي عليه. بعد ما إل عرف باللي لايت كاين في اليابان، طلب من المحققين تقرير كامل على توقيت وفاه الضحايا اللي قتلهم كيرا. جمعوا ليه البيانات واتضح لهم بان نسبه كبيره من الوفيات كتموت على الساعه 4 عصرا والساعه 11 ديال الليل، وايام العطله تبقى القاتل خدامه النهار كامل. من هنا إل استنتج بان احتمال كبير ان كيرا يكون طالب في المدرسه. اجتماع سالا وكل واحد رجع للدار، وبات لايت اللي هو قائد الشرطه اليابانيه رجع للدار معطل وعيان من الخدمه. عائلته استقبلوه وتعشاو مع بعضياتهم وكل واحد مشى ينعس. ولكن لايت ما قدرش يرتاح، مشى وهز البيسي ديال با وشاف فين وصلوا في التحقيق، وعرف باللي اخر حاجه وصلوا ليها هي بان كيرا يمكن يكون طالب. فجاته فكره جهنميه، قال مع راسو الا كنت قادر نتحكم في توقيت وفاه كل اللي تنكتبهم في المذكره غادي نوزعهم على نهار كامل، وهذا الشيء يعني ان المجرمين غادي يموتوا على مدار نهار كامل، وهذا الشيء غادي يخلي إل يشك في الشرطه. ولكن هذا الشيء اللي باغي انا اساسا غادي نزعزع الثقه اللي بيناتهم حتى يبقاو يتضاربوا مع بعضهم ونعرف شكون هو إل ونقتلو. داك الشيء اللي بغى لايت هو اللي جرى. نفذ الخطه ديالو، بداو الضحايا تيموتوا. هنا إل قال للشرطه كيفاش من بعد ما قلنا ان كيرا طالب اليومي ديال عكس داك الشيء اكيد ماشي صدفه، وقال بلي اكيد
كيرا واحد من افراد الشرطه ولا من العائله ديالهم ويقدر يجيب معلومات التحقيق. يطلب مساعده من مكتب التحقيقات الفيدرالي وطلب منهم يراقبوا كل افراد الشرطه اليابانيه والعائله ديالهم. من الاخر لايت ولا تحت المراقبه وهو تيتمشى في يوم عادي. ريو قال له رد لبرا واحد تيراقبك، ولكن لايت كمل في طريقه عادي بحال ما سمع حتى حاجه ورجع للدار وقال في نفسه الخطه ديالي نجحات وإل شك في الشرطه. نمشيو دابا للخطه الثانيه. خاف هذا اللي تيراقبني يموت واي واحد معاه، ولكن هذا الشيء خطير وبحال الا قلت إل انا كيرا تعال شدني. هنا ريو قال له سير خطير واش في راسك باللي عينين الشينيغامي تقدر تشوف اسم وعمر اي واحد مجرد ما تشوفه، وهذا هو السبب علاش نكتبوا اسم اي شخص تنشوفوه في المذكره بلا ما نعرفوه. يعني انا دابا شايف سميتك وعمرك وشحال باقي لك في العمر باش تموت، ولكن ما نقدرش نقول لك. لايت تصدم ولكن مهتم بتفاصيل اكثر. ريو قال لي غادي نقول لك السر اخطر، كاين صفقه ممكن ديرها معايا، نعطيك عيون الشينيغامي اللي يمكن لك تشوف اسم وعمر اي واحد تشوفه، ولكن ماشي اي حاجه فابور. العمر ديالك غادي يقرر النص، يعني الا كان باقي لك 50 سنه وتموت غادي تعيش غير 25 وصافي. لايت تصدم وقال هذا الشيء يعني باللي اي واحد شفتو من ضمنهم هادو اللي تيراقبوني غادي نقدر نقتلهم في اي وقت بغيت. ولكن لايت فكر مع راسو وقرر انه ما غاديش يخاطر بنص عمره من اجل هاد العينين، ما غاديش يضيع الحلم ديالو اللي هو يسيطر على العالم لاطول فتره ممكنه. لايت كان محتاج خطه جديده باش يتخلص من عامل الاف بي اي وما يبقاش يراقبه، فخطط فكره جهنميه. بما انه يقدر يحدد امتى يقدروا يموتوا الناس وكيفاش غادي يموتوا، قرر يلعب بالذكاء. فجبد اسم مجرم كان سرق بنكه وهرب وكتب في المذكره مع تفاصيل في غايه الدقه. خاص المجرم يمشي لمحطه الطوبيس في وقت معين وفي وقت لايت يكون تماك، واكيد اللي تيراقبوا غادي يكون تماك. فبدا في التنفيذ ديال الخطه. صونا الصديقه ديالو باش يخرجوا اللي تيراقبوا مازال تابعوا، واليوم كان يوم عطله ولايت قرر يخرج. كان كلشي غادي مزيان، ركبوا في الطوبيس وهما تيهضروا شويه. المجرم اللي كتب سميتو دخل الطوبيس في نفس الوقت اللي لايت كتبوا في المذكره. المجرم بدا تيهدد الشيفور والركاب. لايت كتب في الورقه ما تخافيش انا بابا قائد شرطه كان معلمني بعض حركات النينجا. كيف ما توقع الشخص اللي كان مراقبه قال ليه ما تدخلش انا غادي نحميكم. لايت قال ليه بصفتك شكون انك تضمن لي انك ماشي مع المجرم. الرجل عطاه البطاقه ديالو اللي تثبت انه من الاف بي اي ووراها لايت، وهنا لايت عرف سميتو داكشي اللي بغاه هو اللي وقع فعلا. فرض لايت لاكارت ليه وقال ليه خذ راحتك وتاكد باللي الا مراقبوه هنا غادي يلوح ورقه وغادي يشوفوا المجرم وغادي يمشي عندو باش يعرف شنو فيها. منين يفتحها ما صار فيها والو، ولكن شويه بان ليه ريوك حيتاش ديك الورقه من المذكره. فدخل على المجرم من شكل ريوك وبغى يطير ليه الفريخ، فبدا تيضرب عليه بالقرطاس ولكن القرطاس تيخترقو وغير هو اللي تيشوفه. ففرقع الزاج ديال الطوبيس ووقف الطوبيس. المجرم هارب ولكن الطوموبيل كانت جايه بسرعه وهي ضربو في بلاصه مات. وهنا لايت داكشي اللي بغا قدر يوصل ليه بخطه خطيره فائقه الذكاء.